ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على نوع من انواع اقراص مضادة الحساسية اللي بتستخدم بشكل فعال جدا وشكل حلو جدا في حالات التهابات الجيوب الانفية، في حالات الرشح والعطس، في حالات الانفلونزا. وهو نوع ممتاز جدا وفعال جدا، ولكن وناخد بالنا بعد كلمة لكن دي عشان بتيجي بعدها البهاريز. مبدئيا كده العلبة بتاعة الديكانسيت ممتد المفعول او الديكانسيت اس ار يعني سستين ريليز يعني ممتدة المفعول. العلبة زي ما احنا شايفين عليها واحد سعيد جدا ومنشكح، والتاني تعبان ومتبهدل خالص من الانفلونزا او الرشح والعطس. الديكانسيت ممتد المفعول مكتوب عليه علاج سريع لحالات احتقان وسيلان الانف والعطس، الحكه وتهيج العين وحرقان الانف والحلق واحتقان الجيوب الانفيه. وهو زي ما انا قلت علاج فعال جدا وكويس جدا. لو خدنا بالنا من المواد الفعالة او تركيبه هنلاقي مكتوب على جنب، ومهم جدا يا جماعه نعرف المعلومات دي. هنلاقي ان الديكانسيت بيحتوي على 5 ملغ ستريزين هيدروكلورايد و120 ملغ سودو افيدرين هيدروكلورايد. ناخد بالنا من السودو افيدرين هيدروكلورايد عشان هنرجع لها بعدين. طيب انا قلت ان هو ممتاز جدا وفعال جدا، ولكن ونخلي بالنا بعد كلمه ولكن دي. بصوا يا جماعه، لو جينا فتحنا النشره بتاعه الديكانسيت اس ار، لو اي حد معاه العلبه يفتح النشره معايا ويقرا. هتقول لي يا دكتور الدكاتره بتقول لنا النشره مش مكتوب فيها كل حاجه، او النشره مش سيبك من كلام النشره وما خد الدواء ما تبصش للنشره. لا يا جماعه، النشره مهمه وبتقول معلومات مهمه جدا وخطيره جدا وما ينفعش نتغاضى عنها، وخصوصا الناس اللي عندها مرض من الامراض المزمنه. طيب هنيجي للديكانسيت والنشره بتاعته، المواد الفعاله اهي زي ما احنا قلنا. ونخلي بالنا من نقطة مهمة، مكتوب لا يستخدم في الحالات التالية: في حالة الحساسية اهو، في حالة الحساسية المستحضر او اي من المواد الداخلة في تركيبه، دي بتتكتب في اي دواء. الحساسية المضادات الحساسية المحتوية على الهيدروكسيزين، في حالة استخدام مثبطات المونو امين اوكسيديز اللي هي بنسميها الماو انهبيتور، حاجات او ادوية الاكتئاب بمعنى اصح، او في خلال فتره 2 اسبوع من ايقاف مثبتات المونو امين اوكسيديز. يعني انت لو بتاخد العلاج ده ووقفته النهارده تستنى اسبوعين لولا ما تبدا تاخد الديكانسيت اس ار. طيب التحذيرات والاحتياطات: قد يصاحب استخدام، النقطه دي مهمه جدا، قد يصاحب استخدام ديكانسيت اعتلال عصب العين، الاعتلال العصبي البصري نتيجه نقص في الامداد الدموي. ماشي، نكمل النقط اللي بعدها برضو. استشير الطبيب اذا كنت تعاني من امراض القلب، امراض الغده. ناخد بالنا يا جماعه النقط المهمه دي. لو عندك امراض القلب او امراض الغده الدرقيه، وده السكري، الجلوكوما، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب التبول نتيجه تضخم البروستاتا، امراض الكبد والكلى، لازم نقول للطبيب على الكلام ده، لازم نقول للدكتور اللي بيعالجنا ان احنا عندنا المشاكل دي. ليه؟ خلينا نكمل وهنعرف ليه. عند استخدام هذا الدواء يجب عدم تجاوز الجرعة بتاعته قرص كل 12 ساعة. وناخد بالنا ده ممتد المفعول مش أقراص عادية، يعني الأقراص لا ينفع تتقسم ولا ينفع تاخد كل 8 ساعات، قرص كل 12 ساعة. عند استخدام هذا الدواء يجب عدم تجاوز الجرعة. قد يحدث دوار. تجنب المشروبات الكحولية، الكحوليات والمهدئات والمطمئنات تزيد من حالة الدوار والدوخة. يجب الحذر عند قيادة السيارات وإدارة الماكينات. يجب إيقاف العلاج أو استشارة الطبيب في الحالات الآتية: الحساسية، وده طبعا معروفة، عند الشعوب العصبية أو الدوار، وعدم النوم. من ضمن الأعراض الجانبية للديكانسيت اس ار إن ممكن ناس بتاخده من أول قرص ما بتعرفش تنام بالليل، يجي لها أرق، وده طبيعي جدا بيحصل نتيجة تركيبته. فلو أنت من الناس اللي بتاخد الديكانسيت اس ار بالليل قبل النوم ما بتعرفش تنام لحد تاني يوم الصبح، ما تاخدش الديكانسيت بالليل وتوقف العلاج فورا. انا نصيحتي ان ممكن تاخد الديكانسيت بس تاخده في اوقات النهار، لكن بالليل طالما انت ما بتعرفش تنام ما تاخدهوش من بعد الساعة 5 او 6 مساء. ومكتوب اذا لم يحدث تحسن في خلال 7 ايام من العلاج مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة. طبعا لازم ناخد رأي دكتور. طيب الكلام ده حلو جدا ماشي، ولكن ده مكتوب في الجزء اللي بالعربي من النشرة. لما نيجي نبص على الجزء اللي بالانجليزي الخط صغير جدا والكلام كتير جدا 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 جدا. طيب انا هختصر عليكم الكلام ده كله وهروح لحتة واحدة اللي هي كونترا انديكيشن. يا جماعة لو معاك النشرة طلع وحاول تقرا معايا.
هو معلش الخط صغير، بس انت اكيد ممكن تجيب النشرة وتحاول تقرا معايا. بصوا يا جماعة، مكتوب Decast SR Extend Release Tablet are contraindicated in patients with non-hypersensitivity to any of these ingredients. يعني الناس اللي عندها حساسية من المكونات دي زي ما احنا قلنا من شوية. ماشي، نيجي للكلام اللي بعد كده. Decast SR Extend Release Tablet are contraindicated in patients with narrow angle glaucoma. نوع من انواع الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء، اللي هي ضغط العين. لو انت عندك ضغط العين مرتفع او عندك مشاكل في ضغط العين، بلاش او تجنب استخدام الديكانست اس ار. ماشي، الناس اللي عندها يورينال ريتنشن اللي هو احتباس في البول، ما تاخدش الديكانست اس ار. كونترا انديكيشنز، كونترا انديكيتد يعني ما ينفعش حد يوصفه لك او تاخده من نفسك. نيجي للنقطة اللي بعدها الأكثر أهمية. البيشنتس ريسيفنج المون امين اوكسيديز اللي احنا قلناها من شوية مكتوبة بالعربي. ماشي، أو في خلال 14 يوم من تاريخ ما بطلته. الكلام ده متكرر. النقطة الأكثر أهمية بقى contra indicated in patients أهي يا جماعة مكتوبة أهي with severe hypertension or أنا عايز أوضح لكم الكلام. severe coronary artery disease، الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم او عندها مشاكل في الشرايين التاجيه او شرايين القلب بصفه عامه، ما ينفعش تاخد الديكانست اس ار. ودي طبعا بسبب الماده الفعاله اللي انا سبق اتكلمت عليها على الصفحه في بوستات كتير، اللي هي السودو افيدرين، اللي انا قلت لكم يا جماعه خلي بالكم هنرجع لها بعدين. سودو افيدرين الماده دي بتسبب المشاكل دي وبيمنع استخدامها في الحالات دي. ماشي، orthopedic coronary artery disease and those who are shown hypersensitivity. ماشي، الكلام ده مش مشكلة. يبقى الكلام المهم اللي انا بقوله ان الدواء ده ما ينفعش يتاخد في الناس اللي عندها احتباس في البول، والناس اللي عندها مشاكل في الضغط او عندها الضغط بيرتفع او تاخد علاج للضغط، او عندها مشاكل في القلب ومشاكل في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، لانها ممكن تعمل كارثة او مصيبة، وبالتالي ممكن لا قدر الله تدخل المستشفى او تؤدي لحدوث وفاة. والنقطة الأكثر أهمية اللي أنا برضو عايز أنبه عليها، الناس اللي بتاخد العلاج ده وما بتعرفش تنام بالليل. العلاج ده في بعض الحالات بيعمل أرق زي ما أنا وريته لكم في النسخة المكتوبة بالعربي. لو ما حصل أو لو حصل لك إنك أنت ما نمتش، توقف العلاج فورا. ناخد بالنا يا جماعة، الكلام ده مهم جدا. مش أي دواء بناخده من غير ما نبص على النشرة أو من غير ما يسأل الدكتور الصيدلي الدواء ده استخداماته إيه. النشرة مهمة جدا، لازم تقروها، ولو مش عارف تقراها خلي حد يقراها لك، عشان فيها حاجات مش مذكورة بالعربي، وفيها حاجات طبيعي انك انت ما تعرفهاش، وطبيعي ان مش كل الناس تعرفها. اديني معاكم وبمسك لكم الادوية دواء دواء، وكل حاجة مهمة في كل دواء هقول لكم عليها واشرحها لكم بالانجليزي او بالعربي. تابعوني، ولو عندك اي استفسار او اي دواء اكتبوا لي في التعليقات. ما تنساش تتابعني على صفحة الفيسبوك، واي استفسار سيبوهولي سواء على رسائل الصفحة أو على الصفحة نفسها في تعليق من التعليقات. كان معكم من قلب الصيدلية وعلب الحقن والكبسولات الدكتور بسام أنور، الله الوطن الصيدلية.